طبعا أنا حابب أتكلم النهاردة عن موضوع مهم، ونظرة مختلفة أو نظرة موضوعية بالنسبة لانهيار نادي الزمالك في الفترة الحالية ووقوعه. أنا رغم إن أنا أهلاوي بس زعلان على نادي الزمالك، وزعلان على اللي بيحصل لنادي الزمالك ووقوعه وانهياره بالشكل ده. وللأسف أنا من وجهة نظري اللي وقع الزمالك مش إدارة الزمالك، أو مش إدارة الزمالك بس بالمعنى الأحرى، ولكن جمهوره. لأن جمهوره للأسف وهم فاكرين اللي هم كده بيحققوا مكسب، مش فاهم ازاي كان نكاية في الأهلي بيساندوا بيراميدز، وناسوا اللي بيراميدز ده هو اللي أخد مكانة الزمالك أو أخد مكان الزمالك، سواء في الدوري بقى المركز التاني أو وصيف الدوري مكان الزمالك، سواء حتى في أفريقيا كان مثلا البطولة اللي مش بيقدر يحققها الأهلي، أو مثلا البطولات الأفريقية اللي مش بيوفق فيها الأهلي أو اللي مش بيكون له نصيب فيها، كانت على الأقل بيبقى ليهم تواجد إفريقي مكان الأهلي في الفترة اللي الأهلي بيبقى فيها مش كويس، وبيقدروا يحققوا بطولات أفريقية على مستوى الشامبيونز ليج أو مستوى دوري أبطال أفريقيا ومستوى السوبر الأفريقي. لكن للأسف هم برضو مشوا ورا الإعلام الزملكاوي المضلل، أو الإعلام اللي هو اللي فيه بعض نجوم الزمالك القدامى اللي مصممين اللي هم يروجوا للأكاذيب أو يروجوا لفكرة الفتنة ما بين الأهلي والزمالك، واللي هم يكيلوا بمكيالين. فالأهلي مثلا لما يقللوا من بطولات الأهلي ويقولوا مثلا ده الأهلي لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل مصر مثلا، ولما بيراميدز يلعب اللي هو فرقة المفروض حديثة وليس لها جمهور، ومجرد فرقة داخلة على الكرة المصرية، مجرد أموال ضخت في الكرة المصرية، تأسيا بالفرق الكبرى مثل الأهلي، واللي هم عاوزين يحققوا حاجة، عاوزين يحققوا حاجة تيمنا بالأهلي أو تأسيا بالأهلي أو تأسيا بالفرق الكبيرة اللي بتاخد بطولات. وهم في الفترة الأخيرة فعلا حصلوا على بطولات، سواء على المستوى المحلي أو سواء على المستوى الأفريقي. وإحنا برضو كمشجعين لنادي الأهلي وكأبناء النادي الأهلي بنشجع أي فرقة مصرية وبنأيدها طالما اللي هي بتمثل مصر وبتشرف مصر، وبنبارك لها وبنهنئها بالصور الأفريقي. ولكن في الحقيقة أنا تذكرت اللي جمهور الزمالك كان بيساند بيراميدز أمام الأهلي، أو بيساند بيراميدز نكاية في الأهلي، وناسا فرقته. الناس اللي فرقته وقع محتاج يطلعها، مش يعلي بيراميدز، هو كان محتاج يعلي فرقته، كان محتاج اللي هو يضغطوا على الإدارة عشان تعمل حاجة لصالح الزمالك، وعشان يرفعوا من شأن الزمالك زي ما جمهور الأهلي بيعمل.
جمهور الأهلي دايما ورا فرقته، في السراء والضراء، أو في المر قبل الحلوة. بس بيبقى ليه دور في لما الفرقة تكون مش في مستواها، اللي هو يصحيها تاني ويفوقها ويفوق الإدارة، وبيبقى ليه قرارات، وبيبقى ليه ضغوط وقرارات مصيرية لصالح الفريق. رغم ان كتير ساعات جماهير الأهلي وخاصة على السوشيال ميديا دلوقتي بيضغط ضغوط قوية ضغوط قوية جدا وقاسية على لعيبة الأهلي وعلى إدارة الأهلي وعلى فريق الأهلي. ولكن في الحقيقة أغلب هذه الضغوط بتكون إيجابية، ورغم إن هي بتبقى قوية جدا وشديدة، وقد يكون أحيانا هي بتبقى يعني قوية جدا، وبتبقى ممكن قاسية على بعض اللعيبة وعلى الإدارة وعلى الفريق بشكل عام، ولكنها بتفوق الفرقة بسرعة، بتفوق الأهلي بسرعة، وبترجعه تاني لإطاره الطبيعي والبطولات والإنجازات. على مستوى الأهلي ده اللي بيعمله جمهوره، اللي هو المفروض رقم واحد، واللي معروف اللي هو رقم واحد في منظومة الأهلي. رغم إن الأهلي مؤسسة عظيمة وكبيرة في أفريقيا والشرق الأوسط والعالم، ورغم إن الأهلي ببطولاته بتاريخه بإنجازاته، سواء على المستوى المحلي المصري أو على المستوى العربي أو على مستوى الشرق الأوسط، على مستوى أفريقيا، على مستوى العرب، على مستوى العالم أجمع، بقى اسمه معروف بعد مشاركاته الكتيرة في البطولات العالمية زي كأس العالم للأندية، وزي كأس انتركونتيننتال. لكن في الحقيقة اللي ورا الفريق فعلا في كل حتة، بره مصر وجوه مصر، في الدول العربية، في الخليج، في كل حتة، مالين الاستادات في كل حتة، هو الجمهور الأهلاوي. جمهور الأهلي اللي دايما ما بيفكرش في فرقة تانية، ما بيفكرش غير اللي هو يبقى الأول، ما بيفكرش غير اللي هو يفوز، ما بيفكرش غير اللي هو دايما يبقى الأهلي ده في أحسن نادي في الكون. على عكس جمهور الزمالك اللي بتلاقيه بيمشي ورا الإعلام اللي بيقوم بيه بعض نجوم الزمالك القدامى، أو بعض يعني الغير مؤهلين أصلا إعلاميا للظهور على الإعلام، أو الغير مؤهلين اللي هم يبقوا نخبة أو يتصدروا الساحة. فتلاقيهم بيكيلوا بمكيالين، وتلاقيهم نكاية في الأهلي بيساندوا بيراميدز وبيساندوا أندية تانية. طب ما هو بيراميدز أخد مكانكم، يعني انتوا ليه بتوقعوا فرقتكم قبل ما تقع؟ يعني قبل ما يقع أو قبل ما ينهار الزمالك ماديا في الفترة الأخيرة، والزمالك كان واقف على رجليه، وكان يقدر ينافس بيراميدز، وكان يقدر يبقى أحسن من كده بكتير. نسيتوا الزمالك، نسيتوا ناديكوا، وافتكرتوا نكاية في الأهلي اللي انتوا تساندوا بيراميدز وتكيلوا بمكيالين. أنا ما عنديش مشكلة اللي انت تساند أي فرقة، أو اللي تساند يعني فريق مصري، خاصة هو بيلعب على المستوى، بيمثل مصر سواء إفريقيا أو دولي أو عالميا. لكن المشكلة الحقيقية اللي هو يبقى بيحصل ده
نكاية في فرقة أخرى، أو يعني إيه لأنك يعني مش قادر تحقق ده، فبتشجع أي فرقة تانية غير الأهلي اللي هي تاخد بطولة أو اللي هي تحقق إنجاز أنت مش قادر تحققه. طب ما إزاي يعني إزاي أنا كجمهور أفرح بإنجاز لفرقة تانية؟ إزاي أفرح بإنجاز لفرقة تانية هي أصلا منافس ليا، هي المنافس الحقيقي ليا؟ بيراميدز مش منافس للأهلي. بيراميدز منافس للأهلي اللي هو أخد البساط من تحت الزمالك ليكون منافسا للأهلي، بس هو هيجي بعد الأهلي بكتير. يعني زي ما مع الزمالك هو القطب الثاني في مصر، وهو المنافس والغريم الحقيقي للأهلي جماهيريا، وده اللي كان موقف على رجليه جماهيريا، بس هو في الحقيقة ما كانش آه، يعني ما كانتش يعني مش المنافس اللي هو مثلا، يعني مثلا الأهلي بياخد بطولة وهو ياخد بطولة، لا، يعني الأهلي بياخد مثلا 10 بطولات والزمالك بياخد بطولة، فهو يأتي بعد الأهلي. فهو بيراميدز هيجي برضه بعد الأهلي، وهو كل الحكاية اللي هي الترتيب اتغير. يعني بعد ما كان الأهلي الأول الزمالك التاني، بيجي فرق تانية بتختلف، الإسماعيلي أو المصري أو سيراميكا أو أي فرقة تيجي تبقى التالت، بقى بيراميدز هو التاني مكان الزمالك، ويأتي الزمالك بقى إيه بعد كده في التالت أو الرابع، معرفش، مش هتفرق كتير. بس في الحقيقة يعني أنا حزين جدا عن اللي بيعمله جمهور الزمالك، اللي هو ده اللي وقع الزمالك. اللي هم ناس فرقتهم، ونكاية في الأهلي ساندوا فرقة تانية عشان تاخد البساط من تحت أيديهم، وتاخد مكانتهم وتاخد مكان فرقتهم. آه بالنسبة لإدارة بقى الزمالك، إدارة نادي الزمالك، ما هو مين يا جماعة اللي بيأيد إدارات الزمالك الفاشلة دي يعني، اللي هي بتوقع النادي؟ مين اللي أيد مرتضى منصور وهو بيشتم في كل الناس وبيشتم في كل الرموز؟ مين اللي أيده؟ ما هو وكانوا فرحانين بيه. ما هو جمهور الزمالك برضه، اللي هو يعني اللي هو حدث ولا حرج بقى في المخالفات وفي العمولات ليه والأبناء داخل النادي، على صفقات للعيبة داخل النادي، يعني صفقات وهمية كانوا بياخدوا من وراها عمولات، ده بشكل معلن وغير معلن، وفوق الترابيزة وتحت الترابيزة وكل شيء. مين اللي أيد مرتضى منصور اللي هو أبنائه يعملوا كده في نادي الزمالك لسنوات وسنوات ويظهروا على الساحة؟ وبعد كده لما مرتضى منصور حصل له اللي حصل له، بقى مش هينفع اللي هو يكمل، وبقى خارج الصورة، وبقى غير مؤهل والدولة مش مسانداه، وبقى ضد يعني بقى فج جدا، وبقى ما ينفعش اللي هو يكمل في النوبة وعلى الساحة. آه، بدل ما بدل ما تبرزوا بقى بدل ما تبرزوا نجوم الزمالك الحقيقيين، اللي هم كبار الزمالك، النجوم الكبار اللي هم المميزين الخلوقين، يعني زي واحد زي كابتن حسن شحاتة، ربنا يديله الصحة ويشفيه، وزي نجوم تانية يعني كتير للزمالك، خلوقين
ومميزين وبيحبوا النادي بجد، بقى ما تبرزوهم على الساحة وتوصلوهم بقى اللي هم ياخدوا مناصب في الزمالك، واللي هم يمسكوا إدارة الزمالك ويديروا الكرة في الزمالك. لقينا بيظهر على الساحة واحد زي حسين لبيب، اللي برضو اللي كمل بقى على الزمالك خالص وقعه. وده كان بسبب وده كان بسبب اللي برضو جمهور الزمالك مشى وراه في الكلام الفاضي، اللي هو الكلام وخلاص. يعني اللي هو الشعارات الكبيرة اللي بتاع جمهور الزمالك، وبدل ما يحاسبوه يقولوا له انت غلطان، لا ده انت مفروض تشتغل على نفسك. يعني بدل ما تقول انا اكبر قلعة رياضية مش عارف ولا اكبر قلعة رياضية في مصر، طب ما انت ابني النادي عشان يكون حتى مش اكبر قلعة رياضية، حتى تاني اكبر قلعة رياضية في مصر. ده انت خليته تالت، وربنا يستر. يعني انا خايف بجد على الزمالك من اللي بيحصل من جمهوره ومن ادارته، اللي هو داخل على فترة انهيار كبيرة وإفلاس وقضايا كتيرة و... وفعلا بيقع، فعلا بيقع. فيا ريت يعني نفوق شوية، يا ريت جمهور الزمالك يفوق شوية ويتعلم من جمهور الأهلي. لكن بالنسبة للبيراميدز يعني ما يتخافش منه، لأن نادي بلا جمهور مش هيقدر، مهما مهما كان السكواد بتاعه عالي، ومهما كان هو ماديا بيقدر يصرف مصروفات عالية جدا. فأولا يعني مفيش احترافية في إدارته، يعني مش هو النادي اللي بيدير المداخيل أو الإيرادات العالية للمنظومة بتاعته، أو مثلا يعني هي منظومة مربحة أو أو بيدر على نفسه إيرادات عالية أو حقوق رعاية أو الكلام ده زي ما الأهلي بيعمل، زي ما ليه فروع. لأن الأهلي جماهيرته كبيرة جدا، الأهلي جماهيرته كبيرة جدا في مصر وفي أفريقيا وفي الوطن العربي وحول العالم، واسمه كبير. ف بيحقق مداخل عالية جدا وبيحقق إنجازات كتيرة، لأن أولاده المخلصين ولأن جمهوره وراه، والنجوم الكبار هم اللي بيتصدروا الساحة. يعني لما الخطيب حتى يعني في ظروفه الصحية الأخيرة قال اللي هو هي يعني مش هيترشح تاني أو هينسحب من العمل العام في الأهلي وكده بسبب ظروفه الصحية، الجمهور ما وافقش. الجمهور ما وافقش لأن واحد بقيمة كابتن الخطيب ما ينفعش يكون موجود حتى لو صحيا، حتى لو ليه بعض الظروف الصحية، اللي هو ما يبقاش هو رئيس نادي الأهلي. نجم بحجم كابتن الخطيب لازم يفضل هو رئيس نادي الأهلي زي ما ويكمل ال... اللي عمله نجوم الأهلي الكبار، واللي عمله أساطير النادي الأهلي زي كابتن صالح سليم. يعني أتذكر إن كابتن صالح سليم برضو كان صحيا برضو ظروفه الصحية كانت صعبة في الفترات الأخيرة من إدارة النادي الأهلي. يعني أتذكر ماتش الأهلي وريال مدريد، كان مش موجود في مصر وكان في رحلة علاجية، وكان رغم كده كان بالتليفون بس، يعني كانوا بينقلوا له الأخبار وبينقلوا له للأهلي، بس كان اسمه موجود وكان روحه موجودة.
وكان بيساند الأهلي لغاية آخر لحظة في حياته. هو ده الفرق بين الأهلي والزمالك، هو ده الفرق بين الأهلي وبين أي فرقة تانية مصرية أو عربية. جمهور، جمهور الأهلي رقم واحد. لو الزمالك فعلا عاوز ينافس الأهلي وعاوز يرجع تاني زي الأول ويسحب البساط بقى تاني من تحت بيراميدز، لأن ده المفروض الطبيعي وده اللي احنا عاوزينه. إن احنا محتاجين الفرق الجماهيرية هي اللي تتصدر، يعني فرق زي الزمالك بجمهورها هي اللي يعني هي اللي هتخلي المنافسة حلوة. لكن بيراميدز الذي بلا جمهور ده، يعني المنافسة هتبقى يعني مسخ. فيا ريت جمهور الزمالك يفوق وإعلام الزمالك يفوق وأبناء الزمالك يفوقوا، ويدوا بقى الفرصة لأبناء الزمالك المخلصين الخلوقين لامسين الخلق، الناس المحترمة بجد، اللي هم يتصدروا الساحة، يقفوا ورا ناديهم، وما يبقاش الموضوع مجرد اللي انت عاوز بس يعني ايه نكاية في الأهلي تروج الأكاذيب، تنال منه وتحاول تقلل من إنجازاته. طب ما تركز في نفسك، ركز في نفسك وابني فرقتك. انت انت برضو نادي، يعني جماهيريتك مش قليلة، يعني هتيجي بعد الأهلي أقل من الأهلي، بس نادي جماهيريتك كبيرة برضو على مستوى على نفس المستويات يعني اللي احنا اتكلمنا عليها، سواء في مصر أو في الوطن العربي أو في أفريقيا. فليه ما تستغلش هذه الجماهيرية برضو في تحقيق مداخيل للنادي؟ هي كل الحكاية اللي فعلا لازم أبناء النادي أو الناس اللي تتصدر الساحة ويكون وراه الجمهور، يكون وراهم الجمهور وأولهم الجمهور، اللي هم يركزوا في ناديهم ويبنوا ناديهم بأسلوب المنافسة الشريفة، بالأسلوب اللي احنا نركز في فرقتنا، ما نركزش اللي احنا نقلل من إنجازات فريق تاني هو فعلا أكبر فريق في أفريقيا، هو نادي القرن في أفريقيا. يعني طب احنا نشوف الأهلي مثلا ايه اللي وصله لكده، ونحاول نقلده، نحاول نشوف نموذج النجاح ده، ونشوف العوامل اللي أدت للنجاح، ونحاول نشتغل على نفسينا. لكن اللي احنا نقعد نطلع على الإعلام ونقعد نتكلم اللي احنا نفسنا الأهلي يخسر، أو نفسنا الأهلي ما يبقاش بياخد الدوري كل سنة، أو نفسنا الأهلي أي فرقة تغلبه خلاص، حتى لو ماتش كده في الدوري ولا تاخد منه بطولة، وحتى لو مش احنا نفسنا اللي احنا نقلل من إنجازات يعني نحاول نقلل من إنجازات الأهلي ومن بطولات الأهلي، ونقول بطولة أفريقيا دي بطولة ضعيفة، ونقول بطولة ضعيفة طالما إن إحنا مش بنلعب فيها. يعني طالما الزمالك مش بيلعب فيها يقول الدوري أقوى، لكن لو هو بيلعب فيها يقول لأ ده بطولة أفريقيا قوية. فياريت يا جماعة نركز، وياريت نعمل اللي علينا ونشتغل عشان أخاف بجد على الزمالك.